السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غنحاول نتكلم لكم على واحد الخبر اللي هو زوين، وكيتعلق الأمر بواحد الموهبتين كرويتين مازالين ميكتهم، ومازال السن ديالهم لا يتعدى 14 سنة، واللي تمكنت الجامعة الوطنية المغربية لكرة القدم من استقطاب بهما لحمل قميص المنتخب المغربي لأقل من 15 سنة، واللي حتى هما بالدور ديالهم لباو الدعوة وعبروا على الفرحة ديالهم بحمل القميص المغربي. ويتعلق الأمر بإبراهيم رباج لاعب تشيلسي للفئة السنية الصغرى لأقل من 15 سنة، والثاني هو إسماعيل الزياني واللي كيلعب بالبارسا للفئات الصغرى كذلك. أما بالنسبة لإبراهيم الرباج فهو من المواهب الكروية التي تنبأ له المختصون في المجال بمستقبل واعد، وشبهوه بميسي الصغير من حيث الشكل ولا من حيث طريقة لعبه، فهو يحمل الرقم 10 كذلك، بحيث تمكن فريق تشيلسي من استقطاب هذا اللاعب وهو في سن 11 من عمره، وبالضبط في سنة 2020، أي في نفس السنة التي وقعت تشيلسي عقدها مع حكيم زياش. وهذا الوليد كيبلغ العمر ديالو الآن 14 سنة، وهو من أم وأب مغربيين، وولد في فرنسا. أما بالنسبة لإسماعيل الزياني فهو من المواهب الكروية الصاعدة، ويلعب في فريق برشلونة للفئات الصغرى، ويبلغ سنه الآن 15 سنة. وهذا الوليد وضع فيه فريق البارسا الثقة الكاملة، وخسر عليه أموال طائلة لمدة عامين، وهو يصرف عليه حتى تشافى تماما، لأنه كان مصاب في الرباط الصليبي، وبقات البارسا كما قلنا كتصرف عليه حتى برا وخرج من العلاج، ولا الحمد لله أحسن مما كان عليه. وأصبح هذا الفتى من أحسن المواهب الصغرى المتواجدة بمركز البارسا، وتنبأ له كذلك الجميع، لا من المختصين ولا من الصحافة الإسبانية والعالمية كذلك. وهذه الوليدات اللي تكلمت لكم عليهم اختاروا المغرب، اختاروا بلد الأم، وهنا كنوليو ونشكروا الجامعة الوطنية المغربية اللي كان لها دور كبير في جلب هذين الموهبتين وإقناع والديهما اللي حتى هما بنفسهم رحبوا بهذه الدعوة وقنعوا وليداتهم باش يحملوا القميص الوطني المغربي. وهنا ما ننساوش كذلك الدور الكبير اللي لعبوا السيد المدرب وليد الركراكي، ولا اللي لعبوه كذلك اللعابه ديالنا اللي خلاو كاع المواهب الكرويه اللي كتلعب في الخارج كيتهاتفوا على حمل القميص الوطني المغربي.